طبعا اللي احنا شفناه من المنتخب الجزائري في مباراة طبعا كأس أفريقيا للمحليين دي يعني حاجة من الحاجات اللي زعلت جمهور الجزائر جدا جدا، وخلت الإعلام الجزائري طبعا يطلع يعني يزود من البلة طين بالبلد عندنا كده، ويقسو على منتخب الجزائر بشكل غير طبيعي، لدرجة إن الإعلام الجزائري هو الإعلام الجزائري اللي دايما كان بيهاجم أي حد يجي على المنتخب الجزائري، بيهاجم أي حد يجي على الجزائر، بيهاجم أي حد، يعني على طول بيتكلم إن منتخب الجزائر ده مفيش زيه. المنتخب طب شفنا طبعا حاجات غير اللي احنا كنا بنسمعها من الإعلام الجزائري عمال على بطال. شفنا المنتخب الجزائري واجه المنتخب السوداني اللي قدم مباراة رائعة جدا جدا جدا. منتخب السودان اللي بصراحة فاجئنا كلنا، أنا واحد من الناس اتفاجئت من مستوى لاعبين المنتخب السوداني اللي ما شاء الله يا جماعة، لا لعيبة محترفة. حتى حارس المرمى ده ياخد رجل المباراة بلا منافس بلا منازع. حارس مرمى المنتخب السوداني اللي ما شاء الله يعني كان نجم اللقاء بمعنى الكلمة. عايز اتكلم على منتخب المغرب والامل في منتخب المغرب ان شاء الله، علشان خاطر امامه او قدامه مباراة صعبة جدا جدا جدا. معاه هيواجه منتخب السنغالي اللي هتبقى مباراة فاصلة طبعا. يعني احنا دي كلها مباراة فاصلة، واحنا كلنا يعني اللي بيخسر بيروح بيتكل على الله. فاحنا بنتمنى ان منتخب المغرب يبقى هو الامل الوحيد في الدول العربية، علشان خاطر يعني يكمل بقية المسيرة. واتمنى ان شاء الله ان منتخب المغرب يفعلها ويفوز بكأس افريقيا للمحليين. وطبعا يعني عايز اقول لك هارد لك للمنتخب الجزائري، وان شاء الله يعني يعوضوا في القادم بإذن الله، عشان خاطر مستوى المنتخب الجزائري كان محظوظ جدا جدا. لعيبة كانت بتلعب يعني هي عملت المطلوب منها، لكن مش ده مستوى المنتخب الجزائري في الأول وفي الآخر. هنتكلم اللي لنا ولا علينا. منتخب انا كنت حاسس وكنت عندي يقين ان منتخب الجزائر هو اللي كان هيفعلها ويفوز في هذا اللقاء بكل سهولة، لكن شفت العكس. شفت ان منتخب السودان يعني حط ما يعلم بالله ربنا على منتخب الجزائر. فنتمنى التوفيق بإذن الله في القادم، ونشوف المنتخب المغربي يفوز على منتخب السنغال علشان يصعد للنهائي بإذن الله. عايزك تصلي على النبي الشريف في القناة عشان يوصلك كل جديد وحصل. والسلام عليكم.